الأردني في أول نهائي في كأس العرب. كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة الطنان. السلام عليكم. في ليلة عربية مطرية عزف المجد لحنه، وتعانق الحلم مع العلم، وقف الكأس شامخا، وعندما رأى الأسود ابتسم. صارت أسود الأطلس بتبات لا تخيفها العواصف ولا تربكها الصعاب، فكتبوا اسمهم من ذهب في كأس العرب. دخلوا الميدان بثقة الأبطال وعزيمة الرجال، ضغطوا، سيطروا وأبدعوا، لتتحول كل تمريرة إلى رسالة، وكل هجمة إلى حلم كان البعض يراه بعيدا ونراه قريبا. مباراة المغرب والأردن مباراة تحكى ولا تنسى. فمنذ بداية هذه الملحمة الكروية سمع دوي قوي في سماء الدوحة عندما أطلق طنان العنان لقذيفة لا تصد ولا ترد من منتصف الملعب. هذا الهدف لم يكن رقما في لوحة، بل قصيدة كتبت بالقدم، هدف قال كل شيء بلا كلام، وترك في الذاكرة صدى لا يهدأ وابتسامة لا تنسى. هل انتهت المواجهة هنا؟ لا والله، واصل الأسود القتال والإصرار، تمريرات متقنة، ضغط لا يلين، قلوب تنبض بحب الوطن، حيث ركضت القلوب قبل الأقدام مع هتافات الجماهير وتشابك الأعلام. كنا الأفضل، الأقوى والأمتع. هذا حال الشوط الأول، لكن الأردن لم يقف مكتوف الأيدي. عاد في الشوط الثاني بقلب صلب وعزيمة نار، كمن يهتف: نحن النشامة، ما زلنا هنا، عندكم طنان وإحنا عندنا علوان. ابتسمت لهم الكرة مرتين، الأولى في الدقيقة 47 بضربة رأسية قوية أسكنها الشباك، لم تكن مجرد تسديدة، بل صفعة كروية أسقطت الواقع وأربكت الحسابات. أعقبها صمت ثقيل عم المدرجات للحظات، ثم عاد الصوت أقوى، لأن الجمهور المغربي يعرف أن الكبرياء لا يهزم بهدف. ولكن علي علوان مرة أخرى عزز حضور الأردن بهدف ثان في الدقيقة 67 من ضربة جزاء بعد مراجعة الفار ليقلب النتيجة لصالح النشامة. هذا الهدف كان صدمة تجمد فيها نبض الجمهور المغربي ما بين الدهشة والحسرة، ورغم الألم بقيت الجماهير شامخة تردد الهتافات وتؤمن بالعودة، وتؤكد أن عشق المنتخب لا تهزه لحظة ولا ينكسر أمام هدف. وبالفعل، وفي الدقيقة 87 حين كان الوقت يسرق الأنفاس وتغلق الأبواب، ظهر المنقذ الجلاد عبد الرزاق حمد الله بتسديدة لا تعرف الشك، فاهتزت الشباك واهتز معها المدرج بالوطن. هدف كان إعلاناً عن روح لا تستسلم، وعن لاعب يعرف كيف يكتب اسمه حين يضيق الزمن. لحظة انفجار فرح أعادت الحياة للمباراة، وأكدت أن النهاية لا تكتب إلا مع الصافرة الأخيرة. وقبل نهاية المباراة بلحظات وفي زحف هجومي للأردن، كانت الأنفاس محبوسة والقلوب تهتز. وقف الحارس المغربي بن عبيد سدا منيعا أمام هجمة كان من الممكن أن تنهي كل الآمال. صراحة كان تصديا خرافيا فيه شجاعة المحارب وثبات القائد وبرودة أعصاب الأبطال في أحلك اللحظات. بن عبيد لم يحرس المرمى فقط، بل حرس الحلم وحمى الكأس ورفع راية المغرب عاليا. انتهت 90 دقيقة وذهبنا للأشواط الإضافية، حين تتعب الأقدام وتختبر القلوب. ظهر عبد الرزاق حمد الله كعادته في اللحظات الكبرى ليسجل هدفا جاء من روح لا تعرف الاستسلام، بتسديدة حاسمة كسرت صمود الأردن وأشعلت المدرجات. هدف كان خلاصة للإصرار والخبرة، لحظة كتبت الفارق ومنحت الجماهير فرحا مضاعفا. هدف من ذهب وصرخة مدوية يؤكد أن الحسم له رجال.
وأكمل الأردن بقية المباراة بروح قتالية وعزيمة قوية، ولعبوا بقلب واحد وإصرار واضح وبرغبة صادقة على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. نعم، خسر النتيجة ولم يخسر الروح. كان أداء مشرفا ورسالة فخر لكل أردني، وخطوة جديدة تؤكد أن النشامى حاضرون في المواعيد الكبرى. لكنهم اصطدموا بالمغرب الذي قال كلمته: فإذا وعد قاتل، وإذا قاتل انتصر. قاتلوا بقلوب لا تعرف الانكسار، فكانت كل تمريرة وعدا، وكل تسديدة حلما، وكل هدف صرخة فرح سكنت صدور المغاربة من طنجة الكبيرة. لم يكن الفوز مجرد انتصار في مباراة، بل كان حكاية عزيمة وقتال شريف، ولوحة فنية رسمت بعرق الرجال وإيمانهم. وهكذا ارتفعت الكأس بين الأيادي المغربية. لم ترفع معدنا فحسب، بل ارتفع معها تاريخ وأمل ورسالة. مفادها أن كرة القدم حين تلعب بروح الوطن تتحول إلى شعر بلا كلمات، وإلى فرح يوحد القلوب قبل الأعلام. أسود الأطلس، حين يذكر العزم يذكرهم، وحين يكتب المجد توقع أسماؤهم. فوزهم كان تتويج لرجولة الميدان قبل مهارة الأقدام. مبروك لأسود الأطلس، أنتم الفخر وأنتم العنوان، وأنتم من قال للعرب جميعا: المغرب إذا حضر حضر الأبطال، وأن الحلم المغربي مستمر إن شاء الله. في أمان الله.